المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل التألق، يواصل التحدي. هذه المرة في نصف النهائي يواجه الكوت ديفوار. يعني كيفاش كتقرا هذه المباراة هذه؟ واش غادي نشوفوا نفس السيناريو اللي عشناه أمام يعني طنزانيا وأيضا جنوب إفريقيا، ولكن واش ممكن أن نشوفوا سيناريو جديد أمام الفيلة؟ هو لابد أن ننطلق من واحد البديهية، وأنك كل ما تتقدم في المنافسات كل ما كتزداد الصعوبة. فبالتالي متوقع جدا أن تكون المقابلة أو المباراة اللي غادي يجريها المنتخب الوطني الأقل من 17 سنة غدا أمام كوت ديفوار أن تكون أكثر صعوبة من المباراة أمام جنوب إفريقيا، وأيضا من أمام تنزانيا ولا غيرها من المباريات. طبيعي جدا أن أي فريق يبتغي أو يتغيأ المنافسة على اللقب لابد أنه يوضع نفسه في واحد العملي، في واحد التدرج على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى المخزون البدني، بحيث أنه يتدرج معناه أنك يمشي في وتيرة متصاعدة من ناحية الأداء الجماعي، ومن ناحية أيضا التماسك، ومن ناحية أيضا القدرة على أنه يدبر المباراة اللي كتولي من مباراة إلى أخرى، كيتزاد الطلبات على المستوى البدني على وجه الخصوص. فبالتالي هادو وليدات هادو أعطونا الدليل على أننا ممكن أن نراهن عليهم، أعطونا الدليل على أننا ممكن أن نعلق عليهم الآمال. اليوم أنا اللي كيعجبني في هذه العملية واللي يروقني كثيرا جلول هو أن الفريق الوطني ديالنا ديال أقل من 17 سنة كيتواجد في المربع الذهبي. نعم. ويوجد في المربع الذهبي للمرة الثانية تواليا. تصور هذه الفئة اللي كنا ما كنوصلوش للمباريات الأدوار النهائية. يعني نهائيات كاس افريقيا الامم ما كناش كنتأهلوا لها، في الفترة السابقة. كنا كنتقصاو في المباريات الإقصائية. اليوم المنتخب المغربي كيتواجد للمرة الثانية تواليا في المربع الذهبي، ولعلك إذا خديتي المربع الذهبي ديال النسخة ديال المغرب 2025 نعم. والجزائر اللي كانت، غتلقى بأن كاين هناك اختلاف، ولكن الثابت فيه هو المنتخب المغربي. اليوم هذا المربع الذهبي ما موجودش فيه المنتخب السنغالي حامل اللقب اللي لعبنا مع المباراة النهائية وخسرنا مع ب2-1. من أزاحه من ربع النهائي منتخب الكوت ديفوار اللي غادي نلاقيه. من هنا كتجي الصعوبة ديال هذه المباراة اللي غتكون ان شاء الله امام صغار اسود الترنجة، ولكن عندي ثقة كبيرة جدا في الحماس اللي كيطبع هاد الوليدات، وايضا في لاكولتور تاكتيك، وايضا في القدرة ديالهم على انهم يدبروا المباريات بالرغم من صعوبتها. لاحظناه في مباراة جنوب افريقيا، سجلوا تعادل المنتخب الجنوب افريقي بعد ما فرض واحد عملية امتلاك الكرة، ولكن بقاو هادئين وبقاو مركزين، جاتهم الفرصة، سجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث، حسموا المباراة. إذا كاين هناك واحد الذكاء التكتيكي عند الوليدات هادو في تدبير مباريات معقدة. إذا مباراة أمام كوت ديفوار مباراة صعبة بكل المقاييس، تملي الصعوبة أننا نوجد في مرحلة متقدمة من التباري. مباراة هي تشرف أو توجد على عتبة مباراة النهائية، هذا أول أمر. ثم أيضا هي مباراة غتطلب من اللاعبين الكثير من الجرأة ومن الجسارة، لأنهم خصهم يدبروا جوج ديال الأشياء أساسية في المباراة. أولا المستوى التكتيكي، وثانيا المستوى البدني. وكنقصد بالمستوى البدني الالتحامات البدنية، لأنه أنا شاهد واحد المنتخب راقني كثير، منتخب قوي جدا، كنعتبره من المنتخبات القوية مع المنتخب المغربي اللي هو منتخب بوركينا فاسو. منتخب بوركينا فاسو اللي مسح الارض بمنتخب زامبيا في الدور ربع النهائي 6-1. منتخب الكوت ديفوار عنده القيمه ديالو لانه ازاح منتخب قوي والمنتخب السنغالي بعد مباراه ماراثونيه. نعم. 0-0 مشات للضربات الترجيحيه. فاذا بمساعده الجماهير هاد الوليدات قادرين ان شاء الله على انهم يربحوا التحدي ويحضروا المغرب لثاني مره على التوالي في المباراه النهائيه ديال اقل من 15 ساعه. فؤاد، 4 أيام راحه، 14 ماشي 4 أيام راحه، يعني 4 أيام ديال العمل وديال التحضير وديال التوجيهات الى غير ذلك. سي بدر الدين تيركز على الصعوبه، وانا حسبتها لي شي 3 المرات ولا 4 هو كيقول لي الصعوبه والصعبه الى غير ذلك. في نظرك اين تكمن هذه الصعوبه؟ واش لاننا وصلنا للدومي فينال؟ واش لاننا غادي نواجهوا كوت ديفوار لان ازاحت السنغال؟ واش لاننا اليوم
امام الامتحان الحقيقي، نكون او لا نكون لنصل الى المباراه النهائيه. فعلا الحمد لله انه بدانا هذه المره الثالثه اعتقد اللي وصل فيها دابا المنتخب المغربي لنصف النهائي من بعد 3 ديال النسخ او 4 ديال النسخ. النسخه الوحيده اللي ما جاش 2019 اللي ما وصلنا مع كانت النسخه الاولى مع عبد الله الادريسي 2013 لما وصلنا لكاس العالم، وكانت نظمت بالمغرب نظمت بالمغرب وكنوصل للمربع الذهبي وغادي نوصل حتى للدومي فينال، ولكن حصل على المركز الرابع. فهذا وايضا حتى بالنسبه للمنافسه الاخيره بالجزائر اللي كانت استثنائيه بالنسبه لهذا الجيل يعني الماضي اللي وصل النصف النهائي وربما وصل حتى للنهائي امام السنغال، ومن بعد مشينا لكاس العالم ودزنا الادوار وصلنا حتى الدور 16 باش نهزمنا امام المنتخب الايراني. اليوم ايضا هذه الحوافز ديال هذا المنتخب هذا ربما ياخذ مؤشر ديال المنتخب السابق شنو دار. اذا ما خصوش هذا الفريق الوطني خصو يمشي على الخطى ديال المنتخب الوطني السابق، ولكن هل يحلم باللقب؟ اذا خصنا نعبروا اول حل من المرحله الاولى ديال هي النصف النهائي اللي كنعتبر ان اولا ضربتين الصعوبه ديالها قال على مستوى البنيه الجسديه، المستوى القيمه والتجانس ديال المنتخب الايفواري، وايضا على المستوى الدفاعي، وايضا عندنا الاوتوماتيزمات حتى الهجوميه عندهم ضربتين واحد القناص ما شاء الله رقم 9 وحيدره. اعتقد انه هذا يعني بحال كنقولوا حنا الدفه ديال قلب الهجوم. وربما حتى بالنسبه كاين تساؤلات موضوعه في هذه كاس افريقيا، لماذا لا يوضع مثلا هناك واحد المؤشر لمعرفه ما اذا كانت المنتخبات الافريقيه تحترم السن القانوني ام لا؟ لماذا الفيفا تتعامل مع هذه الامور القانونيه والكونفدراليه الافريقيه لا تتعامل لا مع لأن حسب ما بلغني يا فؤاد هو انه الكونفدراليه الافريقيه اصبح متشدده في هذه العمليه دي، بحيث كيدار واحد السوار الذهبي ولا كدار واحد العمليه لمعرفه السن القانونيه، وتم التاكيد على انه حتى ان هذا الكلام بلغني حتى من المدربين المنتخبات الوطنيه ان هذه المنتخبات تحترم بشكل كبير المعايير ديال السن، بمعنى ان اللاعبين في السن ديالهم. ولكن انت كتعرف ما شاء الله البنيات الجسديه ديال الوليدات الافارقه مع كل الاحترام، يعني البنيات قويه جدا بحكم البيئه اللي هما جايين منها، بحكم الطبيعه اللي كتسود. فعلا هذه نقطه مزيان من تاكدنا الان باش يعرف الجمهور المغربي مدى قيمه انه الكاف دخلت في هذه الامور ديال ربما باش ما يكونش هناك عمليه ديال تزوير الاعمار الى غير ذلك. فمساله بديهيه المورفولوجي ديال اللاعب الافريقي بارزه بشكل قوي، ايضا حتى من خلال التكوين ديالهم، ايضا حتى الوصول ديالهم الفريق الاول او ربما الانديه الاوروبيه الكبيره الان اللي كتسرق الود وايضا يحترفوا هذه الوليدات. انا كنشوف عندي الصعوبه هي السهوله اللي خصو يوضعها المدرب نبيل بها في الخطه وفي استراتيجيه اللاعب. اذا كانت الصعوبه هي المنتخب الايفواري، اذا فعلى المدرب هو ان يسهل عليه الامر. اذا قراءه المنتخب الايفواري بكل الخطوط ديالو بكل مكامن القوه ونقاط الضعف، هذا هو اللي اعطى القراءه الاستراتيجيه في المباراه الاخيره امام جنوب افريقيا اللي ابدع فيها نبيل بها، من غير ان ما ندخلوش في التفاصيل ديال رده الفعل امام الجمهور. هذه احنا غادي نهضروا عليها من بعد باش ما يعاودش السيبها يدخل في هذه العمليه، لانه ربما تلقى درس من هذه العمليه ديال استفزاز الجمهور بديك الطريقه، لانه غير مقبوله حتى لو كان انه الجمهور لابد ان تحترم الجمهور يريد النتيجه. طويناها فؤاد لا ولا انا عندي مازال باقي كنقول في الندوه الصحفيه ديالو طويناها غير. شوف فؤاد، انا عذرا على المقاطعه يعني واستسمح باش ما يلومونيش المشاهدين يقول لك لا رايي انتم دزتي، ولكن خصنا تاخذ رايي. دابا شوف، دابا الان وقع طوينا الصفحه، وربما على انه المدرب فطن للامر. دابا ما يهمنا الان فؤاد، ما يهمنا هو اننا مع المدرب نبيل بها، مع اللاعبين ومع الفريق الوطني المغربي. انا لست ضد الفكره، انا فقط ماشي تطويل الصح. انا غتكون مصالحه جميله ان شاء الله جدا لو دخل الى الملعب قبل ان يطلع الى ارضيه الملعب يدخل الفريق الوطني يحيي الجمهور يعمل لهم اعتذار، تكون ارقى رساله ديال لانه هذا اطار ديال المستقبل غيكون الفريق الوطني ولا المنتخبات الوطنيه، غدا يكون الفريق الوطني الاول ربما ما يسامحلوش الجمهور، ولكن رده الفعل وايضا الاعتذار. اذا انا على المدرب ان ينجح الابن ديالو ما شاء الله زياد بها، راه يمشي الفروق ديال العملاقه وغيكون قناص من احسن من بوانا في نظري. لانه دائما دائما تيشوفوا له احسن منه. لا الله يرضي عليه، دائما الاباء يعني كيبغيو وليداتهم يكونوا احسن منهم. زياد بها حنا كنعرفوا نجم رائع، راه ملي سجل الهدفين اعطى اشارات بانه رجع ديك الراحه للجمهور. ايضا انا كنقول باش نرجع للكلام ديالي هو انه افضل رساله للنبيل بها ان يتعامل ويقرا مباراه المنتخب الايفواري مع المنتخب السنغالي بقراءه. هو جاوبك واحد المشاهد فؤاد، بالفعل واحد مشاهد جاوبك ماذا يقول؟ قال لك يا سيدي الله يسامح
وكلنا مع بها. كلنا مع بها ويولي الكل باها ان شاء الله. طيب باش نختموا هذه العمليه نقدر دين الصعوبه دونك انا غادي يسهل عليه نبيل بها لو قرا المنتخب الايفواري من كل المواقع الشنيه الاطراف اللي كتشكل خطوره، لانه ضد عندهم الاطراف الدفاعيه اللي كتساعد كتعمل التنشيط الهجومي، ثم عنده اطراف دفاعيه متينه صعيب باش انه يسجل عليها، لانه راه في سميتو في هذا المسار راه الاهداف تسجلوش عليهم بشكل كبير بحال اللي عندنا يعني خط الدفاعي متين، ايضا الخط الهجومي راه سجل غزر في الاهداف، ما يعني انه هناك ملائمه وايضا يعني انسجام وثيق ما بين المنتخبين على مستوى الاهداف والوصول الى الخط الى المرمى، لكن نبيل بها عليه ان يقرا هذه الامور هذه والتفاصيل ديالو من اجل الحد من هذه الخطوره ديالهم، وايضا التفاعل مع الوصول. اذا حنا عندنا مشكله في الانسجام على مستوى الوسط. لا حتى اؤكد على هذه النقطه، لان فؤاد من اللي بدا الكلام ويتكلم على ضروره القراءه، ان المباراه صعبه ولكن يسهلها عليه نبيل بها اذا قرأ جيدا الفريق الخصم او الفريق المنافس. انا غير باش ناكد لك على انه الى رجعنا للندوه الصحفيه الاخيره اللي عقدها نبيل بها بعد المباراه امام جنوب افريقيا، لربما قدم واحد الاشاره التقطتها انا شخصيا عندما قال على ان ساعدنا الطاقم التقني على اكتشاف الكثير من نقاط القوه والضعف عند منتخب جنوب افريقيا، وحاولنا نستثمروها بطريقه ذكيه وهو ما كان. اليوم اذا معناه ان المنتخب المغربي كيملك في الطاقم التقني ديالو ما نسميه محلل الاداء. طبعا محلل الاداء عنده دور كبير جدا قبل المباراه، خلال المباراه. قبل المباراه بمعنى كنعطيك المفاتيح الرئيسيه اللي كيركز عليها المنتخب الايفواري. بغينا ولا كرهنا اي منتخب عنده ديك لاديان ديالو، وديك لاديان ديالو كنفسروها على المستوى التكتيكي وكنعرفوا شنو هي الجوانب القوه ديالو. ما تكلم على المنتخب الوطني هذا الاقل من 17 سنه، ما غادي يمكنش تنفي وجود واحد لاعب مثل عبد الله وزان. ما غيمكنش تجاوز لاعب سميتو الياس بن مختار، ما غتجاوز انه عنده قناص من الطيراز الرافع اللي هو زياد بها. اذا هذه نقط قوه. ثم ايضا اليوم غادي يرجع له المدافع الايمن ديالو حمزه بوهدي. فاذا هذه القضيه يجب ان نطمئن لها، ان موجود مع الفريق الوطني كما كانت الصوره يعني العوده ديال موجود مع الفريق الوطني محلل الاداء اللي كنظن وضع كل المعطيات امام نبيل بها. يبقى على نبيل بها ان يوظف هذه المعطيات باش يدبر مباراه على غايه الصعوبه. وبحال اللي قلتي الا بغى يسهلها الفريق الوطني على نفسه انه يدخل من البدايه ويسجل. ثانيا انه لا يتسرع، حتى اذا تاخر الهدف ما خصوش يتسرع. ثالثا ان تكون له القدره على رده الفعل بهدوء كامل، على غير ما شاهدنا امام جنوب افريقيا. كيمكن ندخل المباراه ونونكيسي يسجل عليا الفريق الخصم. فاذا ما خصنيش نبعطر الاوراق ديالي، ما خصنيش نخرج من اطار التركيز، خصني نبقى في اطار التركيز الجماعي على الاداء الجماعي باش ان شاء الله نحقق الامنيه ونحقق الطلب، واللي هو في النهايه اننا نفوزوا ونعبروا الى المباراه النهائيه. فؤاد، يعني بالعوده ديال حمزه بوهدي الى الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي اللي صراحه افتقدناه في المباراتين الاخيرتين، وحتى العوده ديالو غتعطي متنفس ايضا للاعبين ديال الفريق الوطني المغربي. انا نسالك سؤال مباشر، كيفاش يمكن نبيل بها اليوم يحمي اللاعبين من الضغط، لانهم غادي يعيشوا ضغط، لان اليوم الجمهور المغربي، الصحافه، الاعلام الى غير ذلك باغي الفوز على كوت ديفوار، يعني الفوز ولا شيء غير الفوز للمباراه النهائيه، وكان انك توضع هاد اللاعبين في واحد الضغط رهيب جدا في اطار هاد يعني الاشياء اللي تعيشوها يوميا. واش بها اليوم غيلعب هذا الدور ديال الاطفائيه، لانه وضع اللاعبين بعيدا عن الضغط ويوجدهم بطريقه سلسه وسهله للمباراه ديال كوت ديفوار ذهنيا. هنا كاين جوج ديال الامور. كاين الشق التحفيزي اللي هو الجمهور، نعم، اللي غيعطي دعم سند قوي للمنتخب، ما غيكونش ضغط على الفريق الوطني. ما كيقول دابا ان المنتخب الايفواري راه المغرب هو اللي موضوع عليه الضغط امام جمهوره وامام مدربه. هنا كاين القراءات كما قال بدر الدين، كاينه قراءه نفسيه اللي هي في المحيط ديال الطاقم التقني، قراءه تقنيه اللي غيمكن يدبر بها المباراه. هذا نبيل بها طبعا، لانه كانت مشاكل في المباراه الاخيره، ما نقولوش بانه في القمه في الوقت اللي كان فيه 1-1 مع المنتخب الجنوب الافريقي كانت هناك اخطاء على مستوى التمرير،
وايضا الانسجام ما بين وزان وبين ايضا حتى بالنسبه لنبيل بها في الترابط والتناغم ما بين الحوار الثنائي في الهجومي. هذه الامور زيد بها وايضا وزان وايضا حتى بالنسبه للاطراف يعني التمريرات العرضيه الى غير هذه القراءات كلها عند نبيل بها في توظيف هذه الامور اللي حنا اللي كما قلت راه الا دخلنا يعني خلينا من الضغط، لانه الضغط ماشي موضوع اللاعبين بالاساس، راه موضوع حتى على الخصم، لانه هذا غادي يدخل المنتخب الايفوري غتقول انه ما عنده ما يخسر حتى هو لعب على اللقب ولعب ايضا حتى بالنسبه اللي وصل للمربع الذهبي. لذلك انا كنقول ان القراءه التقنيه والتكتيكيه والفنيه والذهنيه راه ترتكز على المحيط ديال الطاقم التقني اللي فيه محلل فيه كنقولوا واحد هو ديال محمد الحسيني، وايضا حتى بالنسبه للقراءات ديال التقنيه، وايضا حتى بالنسبه للخصم كيف يلعب وشنو هي الاوتوماتيزمات وايضا الخطه اللي غيمكننا نسهلوا على نفسنا باش نسجلوا. واش هل سنضع الخطه اللي نسجل بها من بعد ما كنا بهدف ليميتليه من بعدها سجلنا الهدف الثاني والثالث، هنا ما كاش الايقاع، رفعنا الايقاع وايضا رفعنا ايضا حتى بالنسبه للتنشيط الهجومي من الاطراف الى غير ذلك بعد ما يعني توضبت الجهه اليمنى، ايضا فضلا عن الارتكاز ديال هذا الجوهره الضربي الداير الايسر الزكري اللي كان عنده واحد القلب بحال انه اللي يلعبوا في فريق كبير. هنا هذا حنا يعني النجوم خصنا نستغلوها في هذا الاطار. لذلك فنبيل باه عنده هذا الجوهر، التوظيف ديالها راه جميل جدا. انا نجح نبيل باه في المباراه السابقه في تغيير بعض الانماط الردين على مسموح التوظيف من بعد ما خرج هذا العلوي العليوي اضاف الخلفوي في الجهه اليمنى اللي كان في الوسط وادخل المسعودي فقلب الاستراتيجيه ديالك واعطت التناغم. هنا يمكن بعد ما غيرجع كما قلت لي انت بوهد ديال اليمين وايضا الترابط وايضا السلاسه ديال الخط الدفاعي متينه، ما غنخافوش لانه غيكون عندنا وسط متكتل من الوهابي وايضا صناع اللعب ما بين الارتداد والصعود. يعني ان حتى الاستراتيجيه ديال 4-1 راه مازال مطروحه في الفريق ديال المنتخب اقل من 20.